ده ميني بانكيك متغرق بالعسل الابيض والفستق، والاطفال هيحبوها جدا ويطلع معاكم حدوته. في بوله نكسر فيها بيضه وثلاث معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، ورشه فانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وميكس رايق كده لحد ما يكون كريمي. بعد كده عندي كوبايه لبن نبدا نحطها ونقلب، وعندي كوبايه دقيق كبيره نبدا نحط شويه ونقلب شويه ونقلب لحد ما توصل للقوام الحلو ده. اظن لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه. عندي معلقه زيت او معلقه سمنه سايحه نبدا نحطها تقليبه اخيره، وهات بقى الازازه اللي انت هتحطي فيها البان كيك بتاعتك، تبدا تحط نص الكميه هنا وتخلي النص التاني. هنبدا نلونه بقى احمر اخضر اصفر براحتك، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش لحاجه عندنا. الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. انا عندي الوان حمراء بدات احطها كده وتقليبه حلوه حطيتها في الازازه بتاعتنا. يبقى كده البان كيك بتاعنا جاهز. طاسه على النار فيها شويه زيت ونبدا نسوي، ننزل واحده واحده بالشكل ده، وعلى الهادي يا زبادي نعمل مره احمر ومره ابيض، مره احمر ومره ابيض لحد ما نخلص الكميه كلها. انا شايف لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه. هنجيب بقى العصيان بتاعت الشيش، نبدا نحط واحده حمراء وواحده بيضه وواحده حمراء وواحده بيضه لحد ما نخلص الكميه كلها، وعلى الهادي يا زبادي. ولو عندنا اطفال يا ريت يخليهم هم اللي يعملوا المرحله دي، هينبسطوا جدا وهيحبوكم جدا والله العظيم. تبدا تحط عليها اي صوصات انت تحبها، كده كده اكلتك ودلعها. انا حطيت عليها شويه عسل ابيض وشويه فستق مجروش كده. كل وادعي لي، اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها لما تيجي تعمل اكل حلو للاولاد وتكون سهله وسريعه. سلام.